إذا أسعد الله مساكم مجددا مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم، مرحبا أهلا وسهلا. إسبانيا فرنسا، هذه مباراة كان يمكن أن تكون مباراة نهائية وليست فقط مباراة نصف نهائية بين عملاقي الكرة الأوروبية، خاصة المنتخب الإسباني المتميز المتألق الذي يخوض هذه المباراة. بيريز المنتخب الفرنسي سيكون على يمين الشاشة، الإسبان سيكونون على يسار الشاشة. الأسئلة المطروحة: ما السؤال الهام والكبير؟ من سيفوز؟ الأسئلة الفرعية يتفوق عليه، وصلت من هنا ناحية فابين رويز. كرة على الجهة اليمنى، ديمبلي مر، ديمبلي دخل، ديمبلي عرضية خطيرة، يتدخل وتوصل لداني اولمو من هنالك. اولمو فابين رويز يرجع كرة، وين يا فابين، وين العبها رابيو خيسوس نافاس يتلقى البطاقة الصفراء الأولى في المباراة، ولكنه كان دائما للمرة الثانية خيسوس نافاس ينقذ إسبانيا ويكون في الأوقات اللازمة وفي الأماكن اللازمة يتمكن من تفويت الفرصة على لاعبي المنتخب الفرنسي. يا رابيو، مخالفة لصالح المنتخب الفرنسي. كيليان بيستلم في الجهة اليسرى، حاول يمر مبابي ضيعها. خيسوس نافاس أكبر من والد لامين جمال، خطيرة فابي رويز بابي دخل، بابي مازال، كيليان لا ولا شيء كانوا موجود، صليبا أوباميكانو وتغطية دفاعية رائعة من خيسوس نافاس، الولد الصغير 18 سنة خيسوس نافاس. ديمبلي مع كوكوريا، ديمبلي وفي خطأ. لامين جمال، فابين رويز يغير تماما لكوكوريا على الجهه اليسرى، استلمها كوكوريا، لعبها ناحيه ويليامز. وينك يا الجمال في القائمه الثانيه؟ هي صعبه خطيره، لا يا له من طبق، يا لها من تمريره، يا لها من روعه ومن براعه. لامين جمال استلم عثمان ديمبلي خطيرة، والدفاع ديمبلي خطيرة، هربة يتمتع بها الامان والهدوء والبراعة. اولمو استلم الكرة، اولمو على الجهة اليسرى يبحث من هنا عن كيليان مبابي، استلم الكرة، اول كرة يلعبها بينية فوصلت لتيو مبابي اللعبة الاسبانية من هنا خيسوس نافاس ناحية اولمو جمال رودري في خطأ هنا من التدخل من تيو هرنانديز. كله الا تتدخل بهكذا شكل على اولادهم، على صغيرهم وولدهم. يا تيو هرنانديز صعبة ديمبلي العرضية والدفاع. مبابي هاي صعبة مبابي خطيرة، جول كرة واحدة، لعبة واحدة، تمريرة واحدة، راسية واحدة كانت كافية لفرنسا. العبوا كما شئتم. مبابي استلم، مبابي مرر، سقط من هنالك كولوموني، جول لفرنسا، جول كولو مواني جول. هذا هي الفعالية، هذه هي المباريات التي نلعبها من أجل أن نسجل ونفوز. شوف اللعبة وشوف الكرة، من هنالك استلمها ديمبلي وجد مبابي لم يكن متسلل. مبابي استلم كرة، كانت واضحة وباينة مصيرها. هاي اللعبة على الجهة اليمنى، ديمبلي على الجهة اليسرى يلحق على الكرة تيو في المراوغة، لمسة يد. اولمو لامين جمال يا له من لامين ويا له من جمال، لامين جمال مالوش مثال ولا في الخيال، صدق اللي قال زي الغزال، جميل جمال
المحل. فريد الأطرش اليوم جميل، كان جميلا زي الغزال وملوش مثال، فأبدع وأمتع وتمتع ومتعنا بجمال هذه التسديدة وجمال مراوغاته وجمال تمريراته وجمال إبداعاته. يا سلام عليك يا جميل يا جمال، جميل جمال يسجل هدف ولا في الأحلام. رائع يا لمين يا جمال، رائع. جول لإسبانيا، جول لإسبانيا، جول. يا ماجيك مينيو. سيمون ديمبلي وينو ماني ديمبلي مواني الرأسية والدفاع. الهدفان اللذان سجلهما كان من امضاء لاعبين نمساوي وبولندي. رائع. شواميني من عرضية ممتازة لديمبلي، والتغطية الرائعة من كوكوريا. استرجعت من كوندي، الحكم يقول في لمسة يد لصالح دفاع منتخب اسبانيا التي تتحمل عبء المباراة في هذه الدقائق. شيء طبيعي لانه رد فعل الفرنسيين كان لازم يكون بهكذا الشكل. الخلف يريدون تفويت العشر دقائق التي تلي الهدف. هيلة ممتازة، فابي رويز خطيرة، ركنية تنفذ. هيلة خطيرة، قائمة ثاني مينيون يلتقطها هذه الكرة، كرة بالراس. كولوماني مبابي استحوذوا كما شئتم، سيطروا كما شئتم، نحن تكفينا كرة واحدة، تكفينا تمريرة واحدة. عثمان ديمبلي بعيدة. تيو مرة ثانية، تيو يرفع كرة في القائمة الثانية، خطيرة. دفاع يتدخل، ثم نافاس أرضية، بابا جول. هذا زحف، هذا طوفان، نعم هذا طوفان. الإسبان يفعلون ما يشاءون بالكرة، يدمرون فرنسا ويسجلون الهدف الثاني. يفعلها كوندي، جول. أولمو جول. الهدف الثاني للإسبان فعلها داني أولمو، مسجلا ثالث أهدافه. ما الحل يا ديدي ديشون عنه؟ ما الحل يا ديدي ديشون؟ ما هذه الانتفاضة الكبيرة للإسبان؟ تبلوهم الفرنسيين، تبلوا الإسبان، دفعوا كوكوريا يلعب من هنالك كرة صعبة. لامين جمال لعب ناحية لامين يامال، يخوف. لامان ممتازة، فابي رويز. لامين جمال مرعب، لامين جمال مريب، لامين جمال خطير. حكم يصفر نهاية الشوط الآن، مما يفتح الشوط الثاني على احتمالات كثيرة جدا وعلى مستويات أفضل مما شاهدناها خلال المرحلة الأولى التي تألق فيها الحارس أوناي سيمون، حارس مرمى منتخب إسبانيا، اللي يلعب اليوم رفقته بالجهة اليمنى كوكوريا، في الجهة اليسرى هاوسن مع لونورمون في وسط الدفاع، وانطلاقة من لامين جمال ورياصابول. تسلل، يرفع الرايه من هنالك الحكم ميرينو في وسط الميدان. زعل الخلفي كوني من هنا اوليسي ديمبلي، عثمان ديمبلي اوليسي خطيره. كالولو ولا يا كالولو، كرة مرت سلامات وراحت من هنالك في التماس. كرة كالولو، هل سيعود المنتخب الفرنسي ويشعل؟ ثم لامين جمال بالعقب، ضاعت الكرة. رابيو لعبها لدوي ورابيو خطيرة. لم يلحق ديمبلي هذه الكرة والروعة من هنالك. تيو هرنانديز لدوي لتيو لكيل. بعيدة الكرة هذه على عثمان ديمبلي، سددها ومررها في نفس الوقت. لا بل سددها الكرة هذه، ديمبلي لم يلحق والكرة مرت سلامات. اسجد خير لك، بل قد يأتي الجول وقد يأتي هدف التعديل. خطأ لويليامز، يحتسب حكم المباراة لصالح المنتخب الإسباني بعد التدخل من بيير كالولو، ثم تسترجع من كوناتي. ضاعت الكرة وانطلاقة من ويليامز وجمال لامين وادريان رابيو. حكم يقول ركلة جزاء يا ادريان، ركلة جزاء لادريان رابيو. قاسية ولا لا؟ شوف الإعادة هنا، قالوا بأنه فيه خطأ هنا. هرب ويليامز، استلمها لامين جمال على الجهة اليسرى، ما تسللش. اعتقد رجله شوية في وضع التسلل.
ومع ذلك الخطأ واضح. نشوف واو واضح واضح باليمنى الخطأ وباليسار يسار مينيون. لامين جمال برافو على يسار مينيون، برافو على لامين جمال يسجل ثالث اهداف اسبانيا في الدقيقة 9 من انطلاقة الشوط الثاني من هذه المباراة. لامين جمال يسجل. هرنانديز وتيو هرنانديز. رايان شيرغي يستفيد من خطأ في الوسط. الكرة تروح مباشرة لأدريان رابيو يلعبها مع كوني. كوني لمبابي. مبابي وكوني. مبابي غير تماما من هنا على لا رايان شيرغي يسجل الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي. كذا الشكل استلمها بيمناه وضربها بيسرى في الزاوية اليمنى لمرمى أوناي سيمون. صارت النتيجة الآن لإسبانيا أمام منتخب فرنسا. مهرجان من الأهداف شاهدناه الليلة في هذه المباراة الرائعة التي كان فيها أوناي سيمون رائعا من مالو جوستو. والهربة من هنا من لامين جمال. لامين لا رائعة من لامين جمال، رائعة من لامين جمال. خلى المدافع تيو هرنانديز واقف في محطة الحافلة.